السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي مطبخ هويدا. ان شاء الله النهاردة راجعين بفيديو جديد، فيديو حلو قوي وسهل وبسيط كالعادة. هنعمل النهاردة شوية كده لحمة ضاني. هنعملهم كده على الجريلا او في الصينية او في البوتاجاز او فرن البوتاجاز او في الشواية، سهلين جدا. هنخش في الفيديو على طول وهنسمي الله. بس بطلب منكم فضلا منكم يعني اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويا ريت نفعل الجرس للكل، ولايك وشير بقى للفيديو علشان يعلى والقناه بتاعتي تكبر، لان انا محتاجاها تكبر. وشكرا ليكم. انا معايا لحمه ضاني كيلو او نص كيلو، ودول كيلو. معايا طبق فيه كده ربع كوبايه زيت، ودول معلقتين خل وعصرتين او عصره ليمونتين اهم. بسم الله. ومعايا كده ميه بصل، انا كنت عصره كده البصل هنا اهو. تمام. ومعايا طماطمايه برضو معصوره ومتصفيه اهي. تمام. هنحط بقى معلقه عسل ابيض كده، عندي شويه اهو في البطرمان اهو. لو عندك دبس رمان ممكن تحطي دبس رمان. تمام. هنحط كده قد معلقه كبيره، هو السرسوب كده رفيع بس. تمام. معايا بقى التوابل بتاعتي بسيطة جدا. معايا ملح وفلفل واللي هي السبع بهارات، ومعايا بابريكا مدخنة ورشة جوز الطيب اهو. بسم الله. هنقلب بقى كل الكلام الجميل ده كله مع بعضه. تمام. وهنتبل بيه بقى اللحمة بتاعتنا. لو عايزة تحطي توابل زيادة دي براحتك بقى، بس بصراحة كده حلوة قوي يعني. كده لا هنغطي على طعم اللحمة ولا هنخلي التوابل زيادة قوي. حلو كده قوي. تمام. سهلة وبسيطة ومفيهاش تعقيدات ولا شغل كتير ولا اي حاجة. ممكن هنحطها في صينية وندخلها كده الفرن، مش هتاخد مننا اي وقت خالص. تمام اهو. نقلب بقى الكلام ده كله. بصوا بس الملح ما تدوبش شوية. تمام كده يا جماعة، انا خلاص دوبت الصوص بتاعي بصراحة يعني حلو جدا. ناخد اللحمة بتاعتنا كده زي ما انتم شايفينها كده اهو، نتبلها كده اهو. ناخد تاني. بصوا بصوا نرصصها بقى كده في صينيه كده او حاجه اهو. لو عايزه تحطيها في نفس الطبق بتاعك ده مفيش مشكله برضه. ولو ما عندكيش عسل ابيض حطي معلقه سكر، عندك دبس رمان حطي. تمام اهو. طبعا هنتبلها بقى تقعد ساعتين 3 ولا حاجه، او هتعمليها من بالليل. تمام اهو. بصوا يا جماعه، انا هحط بقى بقيه التتبيله بتاعتي كده عليها اهو. وطبعا هنغطيها بستريتش ولا حاجه ونقوم حاطينها في التلاجة. تمام. ان شاء الله نشوف هنكملها مع بعض ازاي. صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا تبلنا اللحمه مع بعض من امبارح اهو. احنا كنا امبارح وانا جبت كده الجريلا العاديه دي من غير غطا. تمام. سخنت قوي اهي. احط فيها كده شويه زيت مش كتير. تمام. لازم تبقى سخنه. حلو كده. وهنزل فيها بقى اللحمه بتاعتي. تمام. طبعا هنشيلها من الصوص اللي هي فيه دوت اهو. بسم الله. سامعين الدش دي؟
اهي التش دي بقى اهو. كده تاخد بقى ايه اللسعة اللي بتبقى في الجريلا دي. نشوف هنسويها ازاي. عايزه اقول لكم ريحه التتبيله طلعت. ايه رايكم؟ وصفه والله سهله مش بتاخد وقت. هديها لون من الناحيه دي واقلبها الناحيه التانية وهوريها لكم لونها عامل ازاي. بصوا بصوا اللون، بصوا. ايه رايكم؟ لونها كده حلو قوي. لا دي لسه شويه يعني برضه والله ريحتها تحفه تحفه بجد. تتبيله بسيطه وسهله وريحتها حلوه قوي. بصوا اللون ده كده طلعت اهي. انا هحطها في صينيه طبعا علشان اكيد هدخلها الفرن اكمل التسويه بتاعتها. هطلعهم بقى كلهم ان شاء الله نشوفهم في الفرن او لما يخرجوا من الفرن او احنا مدخلينهم الفرن. بصوا يا جماعه اللحمه بتاعتي شكلها قمر ازاي. انا طبعا هغطيها دلوقتي بورق فويل وعلى طول هدخلها الفرن ان شاء الله. لما تخرج هنشوف هنعمل فيها ايه. بصوا يا جماعه الريش بتاعتنا طلعت. بصوا ايه رايكم؟ بجد تحفه. مشويه بقى يعني في الفرن شويه معتبره وما اخدتش تسويه وما شاء الله. وبجد ريحتها كانت قلب البيت. قدمناها مع رز معمر كنا عملناه مع بعض قبل كده اهو. وطبعا هنعمل بقى شويه سلطه وكده. وان شاء الله الوصفه تعجبكم وباذن الله يا رب. اللي يشوف الفيديو ويعجبه الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركش. وان شاء الله نتقابل على خير في فيديو جديد. سلام عليكم. باي باي.